تعالي يا ماما تعالي. في ايه بس يا اسراء؟ تعالي بس اقولك. عايزه ايه يا اسراء؟ بس ما تسحبنيش كده. تعالي بس تعالي. طب عايزاني في ايه؟ هقولك على حاجه. حاجه ايه يا اسراء؟ هنعمل حاجه انا وانتي، استني. فاكره البسكوت اللي احنا عملته لنا قبل كده، بسكوت القهوه؟ اه فاكراه. انا دلوقتي بقى هعملهولك. بجد؟ اه. هتعرفي تعمليه؟ ايوه طبعا. اتعلمتيه مني وانا بعمله؟ اه. بس طب انا ما صورتش الفيديو بتاعه يا اسراء. انا بقى هصور وانزلهولك. بجد؟ اه. طب ما نشوف. يلا بينا. كان طعمه جميل قوي يا اسراء، بس ده انا كان كنت تحفه. عاملاه غامق شويه. بس كان طعمه جميل قوي. شوفي انت بقى تعمليه الفاتح ولا الغامق. شايفه البسكوتيه عامله ازاي؟ انا عايزاكي بقى تعملي زيها بالظبط. بالظبط. طب هتعرفي تقولي لنا المقادير؟ طبعا. بجد؟ اه. هتعرفي تقفي في المطبخ لوحدك؟ اه. خلاص انا مستعده، يلا انا اصورك. ماشي. يلا بينا بقى ونشوف اسراء هتعمل ايه. يلا يلا يا جماعه، نسموا الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسراء هتعمل معاكم النهارده فيديو عن بسكوت القهوه. يلا بقى نشوف اسراء هتقول لنا على المقادير. هنحط كوبايه سكر بودره. هنحط كوباية زيت وكوباية سمنة، نضربهم في الخلاط كويس. انت حطيتي الزيت الاول اه. وبعدين هتعبي السمنه صح؟ اه. كوباية بالراحه زيت كده وكوباية علشان خاطر سمنة. ايه المتابعين يقدروا يوصلوا معاكي، ما تقوليش كله ورا بعض. ماشي. هنحط أول حاجة كوباية زيت وبعدين كوباية سمنة. تمام. الخلاط ده حلو بيضرب يا اسراء؟ ده تحفة جدا. بجد؟ اه. يستاهل يعني؟ تحفة. طيب يلا، برافو عليكي. يلا كله هنحط بقى يشجع اسراء ويعمل لها لايك. لايك. هنحط بقى هتحطي ايه بعد السكر. كده؟ السكر كوباية ونص سكر. مش طب عارفة يا ادخلهم. اسراء هو مش في عارفة كوبايه؟ لا ادخلهم. نزلي يا اسراء، شيلي الخلاط يا ماما عشان خاطر تعرفي تحطي طب السكر. تعالي انتي اعمليها. الدولاب مش هيعرف تعرفي تكبي السكر من الدولاب. اعمليها انتي. اهو نزليه كده على الرخامه وابدأي انزلي سكر. ايوه اهو عملته. برافو عليكي. هنقفل الخلاط نضربها ايوه كويس دوسي جدا. على اول زرار. تمام كده. نضربها لحد ما يكون مقامها كده عامل شبه لغايه ما كلها ايوه، تتجانس مع بعض يعني. اللي هو يبقى لونها كده بيج اه كريمي. كريمي. صح. طيب هتحضري ايه بقى قبل ما الخليط ده يتضرب في الخلاط؟ هنحط هتحضري ايه؟ هنحط كده 5 كوبايات دقيق اه و2 قهوة. ادي اول كوبايه. ادي كوباية تانية. تنصحيهم اللي هم يحطوا مقدار الدقيق بنفس الكوباية. هي بتاعة الزيت علشان خاطر ايه المقدار عشان يطلع مظبوط. هتحطي ايه على دقيق؟ معلقة قهوة، معلقتين قهوة. معلقتين قهوة، واللي عايز يحط 3 يحط حسب ما انتي حابة. طب والكاكاو؟ 2 برضو. ولو طب لو عايزينها عايزة تبقى غامقة غامقة تحطي 3. هنحط 3 معالق كاكاو لو عايزينها تبقى غامقة. غامقة، لكن انتوا مش عايزينها غامقة. تمام. هننزل ايه بقى؟ بالخليط اللي احنا عملناه في الاول خالص. طيب قولي يا اسراء بقى. هنقلبه. برافو عليكي. طب ايه رأيك بقى تعلموا العجينة ونرجع لهم تاني؟ يلا. دينا احنا عملنا لمينا العجينة. العجينة كده. بقى نشكلها شكل كور كده. ايوه زي حبات القهوة، مم. يا اما مطولة وهنرصهم. يا اما مدورة. هنرصهم بقى ونرجع لكم. تمام. برافو ادينا عليكي يا رصيناهم اسراء. كلهم. رصيتهم كلهم. برافو. هنبدأ بقى نقطعهم كده بس مش للآخر، فتحة صغنونة من النص. تمام. هنعملها زي حبة القهوة بالظبط. بالظبط. طب هتكوني بقى هتحطيها الفرن على طول كده وتدخليها الفرن على طول، ولا بتعملي ايه في الفرن قبل ما تحطيها؟ نسخن الفرن الأول وبعدين بنحطها. برافو هنقطعها عليكي. كلهم بقى ونرجع لهم. نرجع لكم. هنقطعهم ونرجع لكم.
برافو دينا عليكي، انت قطعناهم عملتي بقى. مدورة كمان. عملت مدورة ومستطيل. تمام، هنحطها في الفرن ونرجع نشوفها بعد ما طلعت من الفرن. بصوا بقى يا شكلها جمال جميل. ويا جمال، وايه الحلاوة دي. بص برافو شكلها عليكي تحفة يا من جوه إسراء، ازاي. أحيي على الجمال، تحفة تحفة تحفة. جربوا تجربة إسراء واعملوها، وخلوا بناتكم يعملوها زي ما هي عملتها كده بالظبط، وإن شاء الله هتعجبكم. وإن شاء الله في إسراء تعمل لكم فيديوهات تانية كتير معايا، ويا رب الطريقة تكون عجبتكم. وعايزة تشجيع لإسراء واشتراك في القناة. يلا يا إسراء قولوا لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.